ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده نعمل احلى صينيتين، صينيه مكرونه بالبشاميل وصينيه بطاطس بوريه. هاتي صدر فرخه واحد وهقولك ازاي تضاعفي كميته وتعملي بيه الصينيتين اللي انت شايفاهم. وكمان لو عندك لبن قاطع هاتيه وتعالي هنعمل احلى بشاميل مع بعض، وهقولك على توابل تحطيها على البطاطس هتخلي طعمها تحفه. يلا بينا نشوف خطوه خطوه، يلا بينا. اول حاجه هحط حلتين على النار فيهم ميه، واول ما يغلوا هنزل بالبطاطس. انا جبت كيلو وربع بطاطس، والحله التانية هحط فيها كيس مكرونه كيلو. عقبال ما المكرونه والبطاطس يتسلقوا هروح اعمل الخلطه بتاعه الفراخ بتاعتي. طبعا ما ننساش نحط ملح في المكرونه والبطاطس. اول حاجه هجيب 3 بصلات كبار. من اول البصل وانت هتبتدي تضعفي الكميه تجيبي بصل كبير، ترشي عليهم رشه ملح وتدبلي البصله بتاعتك، وبعدين تنزلي عليها بالزيت. تحمري البصله بتاعتك تحميره كويسه، وتروحي نازله بالورق اللوري زي ما انتم شايفين كده. وادي طبق الصدور بتاعنا اللي احنا هنضاعف بيه الكميه، وهنزود حاجات تاني تخليه يكتر عشان يكفي الصينيتين. كده بنقلب الفراخ بتاعنا مع البصل، ونوسع كمان ننزل بمعلقه توم صغيره. التوم بيدي طعم جامد جدا. والتوابل بتاعتنا رشه بابريكا، وكمان رشه فلفل اسود، ورشه بصل بودر، ورشه توم بودر. ونقلب التوم مع التوابل مع الفراخ مع بعض. وكمان هننزل بالملح بتاعنا. كمان هنجيب نضاعف بيه الكمية، تحطي جزرتين مبشورين وحطي فلفل الوان. كده انت كترتي الفراخ بتاعتك، وتسوي الفراخ بتاعتك. وكده الفراخ بتاعتي استوت. وادي البطاطس بتاعتنا، تعالوا نشوفها. طالما السكينة دخلت فيها كده يبقى كده استوت. واسلقوا البطاطس بالقشرة بتاعتها عشان ما تشربش مية وتتهري منك، وتطلعيها في مصفى وتسيبيها تصفى. ويلا بينا نعمل البشاميل. هنجيب الحلة على النار، ونجيب 3 معالق سمنة. ودلوقتي هنعمل طبعا البشاميل باللبن القاطع. 3 معالق سمنة كبار وشوية زيت. انا بعمل البشاميل بتاعي بالسمنة والزيت، عايزة تعمليه سمنة بس براحتك. وكمان هنزل ب8 معالق دقيق. بعد ما السمنة تسخن كده هقلب السمنة في الدقيق مع بعض واسيبهم شوية على النار، منزلش باللبن على طول. شايفين سايبة اللبن شوية مع السمنة مع الدقيق شوية على النار. وبعدين هنزل باللبن القاطع بتاعي. دي كلها لبن قاطع كان عندي وكنت حطاه في الفريزر، ولما جيت عملت البشاميل طلعته عشان استخدمه. ما ترميش اللبن بتاعك القاطع. انا استعملت هنا 1.5 كيلو لبن. شايفين انا كده كملت اللبن التاني ده عادي. فلما يكون عندك لبن قاطع ما ترموهوش، اعملي بيه بشاميل او عجني بيه، او كمان اعملي بيه كيكه. هنرش بقى على البشاميل رشه جوز الطيب بتخلي الطعم جامد جدا، ورشه فلفل اسود. وطبعا ظبطي الملح بتاعك. وكده عملنا البشاميل بتاعنا. بس انا حسيت ان هو تخين شويه، نزلت بربع كوبايه ميه لان انا ما بحبش البشاميل بتاعي تخين. يلا بينا نشوف البطاطس، يلا بينا. كده هنقشر بتاع البطاطس بتاعتي. وشايفين التوابل دي؟ هي دي التوابل اللي هحطها عليها، هتخلي طعمها جامد جدا. توابل البطاطس بيتباع الكيس ب1.5 جنيه. هاتيلي الكيسين ورشي على البطاطس وهتبقى طعمها جميل جدا. ورشة كمون ورشة فلفل اسود وشوية ملح. البطاطس التوابل دي هتخلي البطاطس جميلة جدا. وتهرسيها طبعا بالهراسة. انا هرستها بالهراسة لانها سخنة، بس بعد كده طبعا هعملها بايدي عشان ايه اعرف اتملك منها. ايوه كده، واقلبها كويس كده. خلاص خلصت البطاطس بتاعتي. يلا نطبق الصواني بتاعتنا بعد ما خلصنا. ادي البشاميل بتاعي. هجيب الصينيه بتاعتي، شايفين الصينيه اللي هعمل فيها المكرونه. هحط بشاميل من تحت، وهحط طبعا نص المكرونه، وبعدين انزل بالفراخ بتاعتي. انا الفراخ بتاعتي هعمل بيها الصينيتين اللي انتوا شايفينهم كده. خلاص برص المكرونه بتاعتي، وهنزل بنص الفراخ بتاعتي في الصينيه دي، ونصها هنعمله لصينيه البطاطس البوريه. الصينيتين دول حلوين خالص في العزومات وجامدين جدا. احنا اول ما يبقى عندنا عزومه طبعا بننزل بالصواني مكرونه بشاميل، نعمل جلاش. البطاطس البوريه دي في العزومات جميله جدا وسهله خالص. كمان حطينا كده الفراخ ورشينا رشه بشاميل، ونغطي المكرونه من فوق. وكده خلصنا الغدا بتاعنا النهارده. وعملنا بصدر فرخه واحد الصينيتين دول اللي انتوا شايفينهم وبنعملهم مع بعض. كده هحط البشاميل، ويا ريت تكتري البشاميل عشان يبقى طعم المكرونه جميل. المكرونه بتعوز بشاميل كتير. كده خلاص خلصت الصينيه الاولانيه بتاعتي اللي هي المكرونه بشاميل.
هروح اعمل البطاطس بتاعتي. طبعا حاطه في الصينيه زبده، واكور البطاطس كده كور عشان اعرف ايه تسهل عليا الفرد في الصينيه، وتفرديها بايدك كده هتلاقيها اتفرد بسهوله، وكمان عشان احنا سلقينها كويس بتتفرد بسهوله. ادي الطبقه الاولانيه بتاعه البطاطس، وهنزل بالفراخ بتاعتي. شايفين الفراخ برضه كميه حلوه في البطاطس عشان احنا ضاعفنا الكميه. وطبعا هعمل الحركه تاني اللي هي الكور للبطاطس عشان اغطي الصينيه من فوق بالبطاطس بتاعتي. جربوها هتعجبكم جدا وطعمها حلو خالص. وبرضه هنفرد الصينيه زي ما عملنا، وننزل عليها بشويه البشاميل. دي مش بتاخد بشاميل كتير، الاكتريه طبعا صينيه المكرونه بتاخد بشاميل كتير خالص، دي هتاخد طبقه خفيفه خالص من البشاميل عشان التحمير، وكمان بتديها طعم حلو. كده خلصنا الصينيتين بتوعنا. هنسخن الفرن بتاعنا ونروح نحطهم في الفرن. كده خلاص خلصناهم. وادي بعد ما طلعوا من الفرن شايفين جمالهم. شايفين صدر فرخة عملوا ايه؟ صدر فرخة عملوا صينيتين. كده هنقطع كمان المكرونة. عايزين نقطع المكرونة، يا ريت تقطعوها وهي باردة عشان تعرفوا تطلعوها، لكن وهي سخنة الصراحة ما بتطلعش بسهولة خالص. وكده انا مش عاملة جنبيهم اي حاجة تاني، انا مستكفية بالفراخ اللي جوه المكرونة. كده اكلوا فراخ بس جوه المكرونة، عايزة تعملي انتي حاجة جنبيها براحتك. ادي قطعة المكرونة طلعناها، وبصوا بقى البطاطس بتطلع قطع كاملة على بعض، مش بتبقى متفتفتة ولا اي حاجة، قطعة كاملة. هتشوفيها دلوقتي وانا بطلعها. وطعمها جميل بالبطاطس، التوابل اللي احنا حطيناه عليها كيسين بطاطس، كيسين توابل قصدي، بيخلي طعم البطاطس تحفة خالص. شايفين البطاطس وجمالها. وكده خلصنا الغدا بتاعنا وخلص الفيديو. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة.